اهلا وسهلا بيكم. ازيكم حبايبي؟ اخباركم ايه؟ انا كنت عامله فيديو قبل كده بالحاجات الطبيعيه بتاعه الشعر للهيشان والتقصيف، واللي طبعا اللي شعرها معمول بروتين او الكرياتين وباظ للصبغات. احنا عاملين حاجات طبيعيه كلها في البيت، وكنت عامله فيديو ازاي بيتعمل وبيقعد قد ايه في محفوظ في البرطمان. انا دلوقتي حبيت بقى اوريكم، دي مش اول مره، ده هو البرطمان قرب يخلص، فقلت لازم قبل ما اعمل لكم الحمام الكريم دوت اقول لكم. هو بقى بص بقى عامل ازاي. ده انا كنت عامله حمام كريم بالحلبه، وضربناه مع بعض في الخلاط، وكنت عاملة الفيديو بتاعه. ده دلوقتي برضو يعتبر هو مش حمام كريم، هو عشان خاطر تقيل فمنه حمام كريم ومنه حمام زيت، بس هو اصلا زيت الحلبة وزيت جوز الهند. تمام، فانا حبيت اوريكم شكله عامل ازاي. مغذي جدا للشعر وبيغلف الشعرايه كويس قوي. بس لازم ان انتي بعد ما تعمليه وانت بتعمليه بتمسكي خصلة خصلة وبتغلفي الشعراية بالجذور نفسها. بتقعد مش اقل من 3-4 ساعات. تمام. مرة تعملي حمام الحمام الزيت دوت اللي هو بالحلبة وجوز الهند. طبعا زي ما احنا شايفين دلوقتي، ده البرطمان اللي انا كنت مخزنة فيه، اي برطمان نضيف. تمسكي تحطي فيه 5 معالق حلبة. وبعد ما تحطيه من غير ما تنقعي الحلبة ولا اي حاجة، هي الحلبة بتتنقع مع جوز الهند. وهنملى البرطمان 5 معالق حلبة كبار، وبعد كده بنحط عليها زيت جوز الهند زي ما انتوا شايفين كده، وبيقعد لمدة 15 يوم او 12 يوم، زي ما انت عايزة. بس كل ما بيقعد اكتر كل ما يبقى زي زيت معتق كده. ريحته طبعا لما بتيجي تفتحيه ريحته قوية جدا، عشان خاطر الحلبة زي ما انتوا شايفين كده هوت. ده انا قعدته فترة طويلة، انا قعدته بالظبط 17 يوم، وابتديت ان انا استخدمه. تمام. زي ما انتوا شايفين طبعا بيبقى تقيل كده هو. طبعا لما بتكون، عشان احنا بس في الشتاء، فلازم يسيح في ميه سخنه البرطمان. انا سيحته في شويه ميه سخنه، حطيته في ميه سخنه علشان خاطر كان تقيل جدا، عامل زي الكريم الجوز هند كان تقيل فيه، فلازم ان انا كنت احطه في ميه سخنه. تمام. ده ممكن تعمليه في يوم، ده بيستخدم مرتين في الاسبوع. تمام. انت ممكن الاسبوع التاني بقى نستخدم ال الزيت اللي انا عاملاه دوت للشعر وللحواجب. دوت انا كان بخاخة قديمة عندي، كنت غسلاها كويس ومعقماها. جبت زيت الزيتون اللي هو بتاع الاكل مش بتاع الشعر، زيت الزيتون بتاع الاكل، حطيته مليت البخاخة كلها زي ما انتوا شايفين قربت تخلص. هو اصلا تقيل جدا. وشايفين هو الحاجات المرقدة تحت ده القرنفل. مليت البخاخة على الآخر زيت زيتون، وبعد كده قمت حاطة معلقة قرنفل مطحونة كويس. يا إما تطحنيها في البيت يا إما تجيبيها من عند العطار مطحونة. بتحطي معلقة قرنفل، وتكون عندك 5 فصوص توم أو 3 فصوص توم محطوطين جواه. لو انتي هتستخدمي البخاخة على طول، أنا كنت عاملاه في إزازة تانية، فكنت باخد بكميات، بس انا الازازه كانت كبيره وكنت عامله برضو عليها فيديو. مليتها للاخر استخدمتها ليا ولولادي. الازازه البخاخه دوت بتقعدي تبخي على ارضيه راسك، فروه راسك كويس قوي، وتقعدي تدلكي في الشعر 5 دقايق علشان خاطر الدوره الدمويه في الشعر تجري فيها، وتفتحي المسام بتاعة الشعر، وتقعدي تدعكي كويس قوي 5 دقايق بالزيت في شعرك. وبعد كده بتغلفي الشعراية بالزيت، وتغلفي شعرك بأي كيس أو أي بونيه، وبعد كده بتغسلي شعرك بعد 4-5 ساعات. تمام. انت ممكن بقى تعملي اسبوع كده، اسبوع من الحمام الزيت بتاع الحلبة وجوز الهند، واسبوع التاني دوت. ده بقى بيطول الشعر وبينبت الشعر، عشان خاطر طبعا القرنفل والثوم بيخلوا الشعر، هي بيبقى طبعا ليه ريحة، بس انت بتغسليه بالشامبو كويس قوي. مش هيبقى فيه ريحة لما بتغسليه. بصوا زي ما انتوا شايفين تقيل ازاي، وهو لونه اسود من القرنفل.
تمام. ال5 فصوص توم بتخرّميها بالشوكة وبتحطيها في أي إزازة أو أي برطمان اللي أنتِ هتحطي فيه زيت الزيتون والقرنفل، تحطي معاه 5 فصوص توم وتخرّميهم بالشوكة. تمام. هتستخدميه برضه بعد 15 يوم أو بعد يعني على حسب المدة اللي أنتِ هتقعديها، بعد 15 يوم، بعد 20 يوم. وبعد كده هتستخدميه، هتفتحي هتلاقي ريحة القرنفل والتوم باينة أوي أكنِّك جايبة زيت توم من برّه وزيت قرنفل من برّه. تمام. ده بقى حلو جدًا طبعًا، القرنفل حلو جدًا بينبت الشعر، وطبعًا بيمنع التساقط، وزيت الزيتون نفس الموضوع. والتوم بيحفز النمو بتاع الشعر وبيجري الدورة الدموية في فروة الراس. بنستخدمه للحواجب، الحواجب بتستخدميه برضه مرتين في اليوم، مرة الصبح ومرة بالليل، بتقعديها ساعة أو ساعتين وبعد كده بتغسلي وشِّك. قبل النوم بتحطيها على حواجبِك قبل النوم وبتنامي، ما بتغسليش وشِّك. بس أنا باتكلم إن هو لو أنتِ الصبح مش عايزة إن هي حواجبِك تفضل فيها زيت، أنتِ ممكن تغسليها بعد ساعة، بس أهم حاجة ما يجيش عند العين نهائي. وأي فرشة بتاعة ماسكارا فاضية وتكون نضيفة كويس أوي، امليها الزيت واقعدي في الحاجب الواحد رايحة جاية 5 مرات، وتشبعي الحواجب نفسها من قدام اللي بيبقى فيه فراغات كلها. الحاجب التاني نفس الموضوع 5 مرات رايح جاي. تمام. دي الحلقة بتاعت النهاردة، حبيت اوريكم الزيت اللي انا كنت عاملة عليه فيديو، يا ريت تجربوه، حاجات طبيعية ومش مكلفة. ازازة الزيت الزيتون برضو مش غالية، في حاجات ب50 وفي حاجات ب30. يعني زي ما انتي تحبي، اهم حاجة ان هو يكون زيت زيتون بتاع الاكل مش بتاع الشعر. يا رب تكون حلقة النهاردة عجبتكم وان شاء الله تجربوها. وما تنسوش لما تستخدموا الحلبة بحمام الحلبة بالزيت سوري جوز الهند، هتعملي ايه؟ هتسيحي، هو دلوقتي سايح خالص، بس انت ممكن تحطيه على النار شوية علشان خاطر يبقى دافي وانت بتحطيه على شعرك. تمام. ما تنسيش اللي تدهيني شعرك من قدام كويس جدا منه علشان خاطر تنبيت الشعر. ومع الاستمرار النتيجة ما تبانش مرة واحدة، النتيجة بتبان كذا مرة، ده مرتين في الأسبوع وده برضو مرتين في الأسبوع. يا رب يكون الفيديو عجبكم، واكتبوا لي التعليقات وقولوا لي استفدتوا ايه من الحاجات اللي انا بعملها، حاجات طبيعية وحاجات مش مكلفة. الحلبة طبعا انت لو جبتي ب5 جنيه حلبة هتاخدي منهم 3 معالق. جوز الهند مش لازم تجيبي البرطمان اللي هو الكبير، ممكن تجيبي ازازة صغيرة وتعمليها وتجربيها. اشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله.